السابليه من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملوها، طعمها مميز جدًا، وكمان ليها أشكال كتيرة في التقديم لذيذة وشيك أوي، ومش هتصدقوا إن السابليه رغم جماله ده ورغم طعمه المميز، لكنه من أسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها في العيد. يلا بينا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة معروف عن السابليه إن هو المعايير بتاعته ثابتة 3 2 1، 300 جرام دقيق، 200 جرام زبدة، 100 جرام سكر بودرة. الزبدة بتبقى باردة لكن طرية شوية، لما أضغط عليها بصباعي بيعمل علامة زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة لسكر البودرة هنحتاج 100 جرام وتكون منخولة كويس ما يكونش فيها أي تكتلات. 100 جرام يعني كوباية إلا ربع زائد معلقة كبيرة. بالنسبة للدقيق هنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق فاخر يكون منخول كويس. 300 جرام يعني كوبايتين ونص ناقص معلقة كبيرة. ودي هي المكونات الأساسية للسابليه الكلاسيكي اللي معروف والناس كتيرة بتعمله، لكن في وصفات تانية بتضيف بيضة على المقادير دي، وبنزود الدقيق ربع كوباية كمان. انا النهارده هعمل الطريقتين معاكم، اللي ببيض واللي بدون بيض، وهنشوف مع بعض الفرق ما بينهم ايه. اول خطوه ثابته ان احنا بنضيف السكر البودره على الزبده وبنضربهم مع بعض كويس لغايه ما يبقى معانا القوام كريمي. طبعا واحنا شغالين لازم نوقف المضرب وننزل الجوانب كل شويه عشان نتاكد ان الزبده والسكر اتضربوا مع بعض بشكل متساوي. واول ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده هنضيف البيضه، وبنضيف معاها نص معلقه صغيره من الفانيليا ورشه الملح ما ننساهاش، وهنخلطهم كويس قوي مع بعض لغاية ما برضو القوام بتاعنا يبقى كريمي ويبقى كل المكونات امتزجت مع بعض كويس جدا. وبرضو نفتكر ان احنا ننزل الجوانب مرة كده ونكمل ضرب لغاية ما الخليط بتاعنا يبقى جاهز. بعد كده هنضيف عليه كمية الدقيق اللي معانا دي، عشان فيها بيضة فاحنا هنضيف 3 كوبايات الا ربع اللي هم 350 جرام من الدقيق. بس عشان انواع الدقيق بتختلف فاحنا بننزلش بكل الكمية مرة واحدة، خلوا كده تقريبا حوالي ربع كوباية على جنب وضيفوها حسب احتياج العجين بتاعكم. بايديكم بقى حاولوا ان انتوا تلموا العجينه بالراحه كده، يعني لغايه ما كل الدقيق يختفي وتبقى معاكم عجينه متماسكه طريه لكن متماسكه. شايفين كده العجينه اتلمت معانا ما بتلزقش، لو حطينا ايدينا كده عليها هنلاقيها ما بتلزقش خالص، ولو خدنا حته من العجينه وحاولنا ان احنا نفردها هنلاقيها بتتفرد بسهوله وما بتلزقش في ايدينا. ممكن نريحها بقى نص ساعه كده في التلاجة قبل ما نشتغل في تشكيلها. بعد كده بناخد حتة من العجينة ونحطها ما بين ورقتين زبدة أو كيسين بلاستيك يكون أفضل كمان، ونبدأ نفردها بسمك كده حوالي 3 ملي. نحاول على قد ما نقدر إن احنا نفردها بسمك واحد لكل العجينة. بعد كده نجيب القطعات، أي قطعات بقى وأي أشكال انتوا عايزين تقطعوا بيها السابليه هاتوها وتقطعوها بالشكل ده، وحاولوا إن هما يبقوا قريبين من بعض عشان تطلعوا أكبر كمية في كل مرة. وحاولوا وانتوا بتقطعوا إن انتوا تبعدوا سنتي أو 2 سنتي اللي جوه عشان الأطراف بتبقى أرفع شوية. وبسهولة زي ما انتوا شايفين كده بنشيلها من على الورقة ونحطها في الصينية اللي احنا هنخبز فيها. ما بندهنهاش اي حاجة لان السابليه طبعا فيه كمية مادة دهنية كتير. لو الجو حر وانتوا شغالين ولقيتوا ان انتوا مش عارفين تطلعوها من على الورقة، تحطوا الورقة على طبق او على لوح خشب زي كده وحطوها جوه التلاجة لمدة 5 دقايق 10 دقايق. هتلاقوا بعد كده ان انتوا هتقدروا تطلعوها بكل سهولة من الورقة. ناخد بالنا ان اعداد اي شكل هنعمله تبقى اعداد زوجية عشان احنا هنلزقهم في بعض. وعشان نعمل الفتحة اللي في النص ممكن نستخدم أي حاجة، قمعة أو شكل زي ده، غطا، أي حاجة نقدر نعمل بيها فتحة في النص بالشكل ده. وده كان المقدار اللي فيه البيضة. عملت كمان المقدار اللي هو بدون بيض، ضربت السكر مع الزبدة كويس جدا لغاية ما بقوا كريمي وضفت عليهم 300 جرام دقيق، وبرضه ضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. هنلم العجينة بتاعتنا. العجينة بقى اللي هي بدون بيض بتبقى متماسكة شوية عن اللي ببيض، يعني تحسوا كده في الملمس بتاعها دي متماسكة أكتر. ممكن نريحها في التلاجة نص ساعة وممكن نشتغل بيها على طول لو الجو كويس ولو العجينة تمام معانا. أنا هنا هفردها ما بين كيسين بلاستيك. الكيس بلاستيك العادي جدا بتاع التلاجة بنفتحه وبنستخدمه، بنحط واحد من تحت ونحط عليه حتة من العجينة وبنحط واحد تاني من فوق، ونفرد العجينة بسمك يكون معقول لأن احنا هنلزق الاتنين في بعض. نسيب كده حوالي سنتي من أطراف العجينة عشان بيبقى رفيع شوية، ونبدأ بعد كده إن احنا نقطع العجينة بالأشكال اللي احنا عايزينها بالشكل ده. وبسهولة جدا بنقدر نطلع الشكل بتاعنا من على كيس البلاستيك ونحطه في الصينية اللي احنا هنخبز فيها. وبرضو لو حسيتوا ان العجينة طريت معاكم وانتوا شغالين حطوها في التلاجة شوية وبعد كده طلعوها بالشكل ده، هتبقى سهلة معاكم جدا في التعامل. شايفين ده السمك اللي احنا عايزينه للعجينة، لان احنا بنحط اتنين على بعض. ومش بس الاشكال المدورة والمربعة اللي نقدر نعملها فيه، كمان شكل القلوب ده بيبقى لذيذ جدا ممكن نعمله.
وكمان ممكن نستخدم قوالب السابليه الصغيرة دي أو البيضاوية بالشكل ده، بناخد حتة من العجينة وبنحطها في القالب ونفردها كويس ونظبط الحواف بتاعتها وبكده تبقى جاهزة معانا. أو لو قلقانين إن احنا منقدرش نظبط السمك بتاعها، ممكن نفرد حتة من العجينة وناخد القالب بالشكل ده ونعمله كده وناخد حتة العجينة جوه القالب على طول، فكده السمك بتاعها كلها هيبقى واحد. نظبطها بس في القالب وكده هتبقى تمام. بس قبل ما نخبزها لازم بنخرمها بالشوكة بالشكل ده عشان لما نيجي نخبزها ما ترتفعش قوي في الفرن يعني. وده كده شكلهم بعد ما خلصنا التشكيل. هيدخلوا فرن سخن على 170 أو 180، بيدخلوا في الرف الوسطاني، بياخدوا تقريبا 15 دقيقة، ممكن يزيد شوية أو يقل شوية حسب الفرن. المهم ياخدوا لون ذهبي حلو كده من تحت ومن الجناب، وكمان أنا بحب ياخدوا لون شوية كده من فوق، ما بفتحش الشواية، لا هما بياخدوها كده لوحدهم. وبالنسبة للسابليه اللي في القوالب، بالراحة كده وبسهولة هنقدر نطلعه من القالب، نخبط خبطتين كده على ظهر القالب هنلاقي السابليه طلع بكل سهولة. دول بقى اللي معمولين ببيض واللي معمولة بدون بيض. اللي من فوق هي اللي بدون بيض، واللي تحت اللي معمولة ببيض. طبعا شايفين في اختلاف شوية في اللون، وكمان لو مسكتوهم هتحسوا ان في اختلاف بسيط كده في الملمس بتاعهم، على الرغم ان هم واخدين نفس التسوية في نفس الفرن. ولو قربنا منهم، دي اللي معمولة فيها بيض ودي اللي بدون بيض، هتلاحظوا ان في اختلاف شوية في القوام بتاعهم، لكن الاتنين حلوين جدا والاتنين هشين كده، فيهم قرمشة شوية. دي بقى اللي فيها بيض، بصوا لما اجي اكسرها فيها قرمشة خفيفة، لكن لما بتدوسوا عليها بتدوب خالص كده. ودي اللي بدون بيض، شايفين من جوه بقى هشة جدا بجد يعني فظيعة. لكن بجد الاختلاف مش كبير، هو بس اللي فيها البيض بتبقى متماسكة اكتر عن اللي بدون بيض. عشان نزين السابليه هنحضر جناش شوكولاتة. هنضيف 3 معالق كبار من الزيت وعليهم 3 معالق كبار من اللبن، وهنسخنهم على النار كويس قوي. وبعد كده هنضيف عليهم كوباية من الشوكولاتة اللي هي تقريبا حوالي 135 جرام، وهنقلبهم مع بعض لغاية ما يسيحوا تماما، والجناش يبقى شكله بالشكل ده، بيبقى سايل الأول كده شوية، وبعد كده بنشيله في التلاجة عشان يجمد ونستخدمه في التزيين. اول حاجه في تشكيل السابليه هنعمل الشكل الكلاسيكي اللي معروف تماما للسابليه، اللي هو بالمربى والسكر الباودر. الجزء اللي هو مفهوش فتحه بنحطه على الوش بالشكل ده، لكن الجزء اللي هو مفتوح بنخليه على وشه عادي وبنحط عليه رشه سكر بودره بالشكل ده. الجزء التاني بقى هنحط عليه مربى اي نوع، ممكن مربى مشمش او مربى فراوله. المهم بنكتر في النص اكتر شويه من المربى، يعني نحط جزء كده على الاطراف وفي النص نحط مربى اكتر. وبعد كده ناخد الجزء اللي عليه السكر البودرة ونحطه على الجزء التاني. بس كده شكله بسيط قوي ولذيذ كده وشيك قوي في التقديم. تاني شكل للتزيين هنجيب اللي هما مقفولين دول اللي مفهومش اي فتحات، هنخلي واحدة معدولة والتانية هنقلبها على وشها. اللي مقلوبة دي هنحط فيها بقى مربى، نحط فيها الشوكولاتة القابلة للدهن، نحط فيها جزء من الجناش، وبعد كده نقفلهم على بعض بالشكل ده. نجيب بقى 200 جرام من الشوكولاتة، نحط عليهم معلقتين كبار من الزيت ونسيحهم في الميكروويف او على حمام مائي، وبعد كده بنغطس فيهم السابليه بالشكل ده. طبعا نخبط الشوكة كويس كده عشان نطلع اي زوايد من الشوكولاتة، وبعد كده نحطها على ورقة الزبدة. ممكن نزينها فوق بقى بشوية مكسرات بشوية فرمسل زي ما نحب. كمان ممكن ما نحطش عليها اي حاجة، لكن نحط شوية من الشوكولاتة البيضة نسيحها في كيس ونعمل خطوط على الجنب بالشكل ده، بتبقى حلوة قوي. ونزينها كمان من فوق كده بشوية فرمسال ملونين او بشوية مكسرات. طريقة تانية ان احنا نعمل خطوط كده بالشوكولاتة البيضاء او بالشوكولاتة الدارك، والجزء التاني نحط عليه بقى ممكن شوكولاتة قابلة للدهن، ممكن نحط عليه مربى ونحطهم على بعض، بيبقى شكلهم لطيف بالشكل ده. وممكن كمان بدل الخطوط اللي احنا عاملينها ناخد الجزء اللي هو مفتوح ده نغطسه هو بس في الشوكولاتة، والجزء اللي من تحت يبقى بدون شوكولاتة، ونحط فيه برضو الحشو إذا كانت مربى أو شوكولاتة قابلة للدهن، ونحطهم على بعض برضو. وده بقى الجناش اللي احنا كنا حضرناه بعد ما ارتاح في التلاجة تقريبا حوالي ساعتين. بصوا جمد وجاهز ان احنا نشكل بيه. ممكن نعمله بالشكل ده ان احنا مجرد ان احنا نضغط كده ونطلع لفوق، او نعمله شكل الوردة بالطريقة دي. طبعا انا عجبتني شكل الوردة اكتر، فعملت بقية الكمية تقريبا كلها بشكل الوردة ده. كده بعد ما خلصنا التشكيل بتاع كل الكمية شكلها لذيذ جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا الانواع اللي هي معمولة بشوكولاتة كلها وبجناش الشوكولاتة نشيلها في التلاجة عشان ما تسحش في الجو الحر. بجد وصفة لذيذة جدا وسهلة قوي وحلوة قوي كمان في التشكيل بتاعها، كأنكم بتلعبوا يعني تسلية كده. أتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تبعتوا صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.